السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام العجمي من شركة جولد بيل. أسعار الذهب تخطت المستوى 2800. هل ده وقت مناسب للبيع ولا لا؟ سعر الذهب عيار 21 تخطى ال 2800 وسجل قمة تاريخية جديدة، وبالتالي الناس اللي كانت شارية عند المستوى دوت أو أقل منه شوية عندهم فرصة إن هم يبيعوا الذهب ويخرجوا من السوق، ولكن للأسف أنت لو عملت كده هتخسر برضه، وده بسبب إن القيمة الشرائية للنقود في الوقت الحالي أقل بكتير من القيمة الشرائية وقت شرائك الذهب في إبريل الماضي، وده طبعا بسبب ارتفاع مستويات التضخم الارتفاعات المستمرة في أسعار كل شيء تقريبا. ده غير إنك كمان هتخسر جزء من المصنعية اللي أنت دفعتها على الذهب، لأن أنت حاليا لما تيجي تبيع هيبقى فيه كاش باك على جزء من المصنعية ومش على كامل المصنعية. كمان أنت لو بعت ذهب دلوقتي فأنت مش هتلاقي استثمار مناسب إن أنت تدخل فيه فلوسك. حاليا في توقعات بتعويم سعر الصرف، في أداء هو الأسوأ للاقتصاد المصري، في مشكلات مستمرة، في ضبابية في المشهد الاقتصادي، فبالتالي مفيش استثمار آمن ممكن تدخل فيه فلوسك دلوقتي. فالحل قدامك حاليا إنك تنتظر، وكمان ما تلجأش للبيع إلا لو أنت مضطر للبيع. يعني لو أنت محتاج سيولة نقدية هتفضل إن أنت تبيع جزء من الذهب اللي تملكه بمقدار السيولة النقدية اللي أنت محتاجها ده. ما تنساش إن أنت كنت شاري الذهب في الأول ادخار وحفظ لفلوسك، مش استثمار، مش شاريه علشان تكسب منه أو تحقق منه عائد. أنت مشتريه عشان تحافظ على فلوسك، علشان وقت لما تيجي تبيع الذهب تلاقي فلوسك نفس قيمتها الشرائية وقت لما اشتريت، وده حاليا مش هيتحقق دلوقتي. طيب انت لو انتظرت دلوقتي وبصيت على المعطيات الحالية في السوق هتلاقي ان مفيش حاجة بتدعم انخفاض الذهب. عندك سعر الدولار في السوق الموازي معدي ال50، في توقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف، في شهادات ال 25% استحقاقها هيكون في يناير القادم، يناير 2024، ودي هتضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق، وبالتالي جزء كبير منها هيتجه إلى الذهب زي ما شفنا في شهادات ال 18%. كمان متوقع ان سعر الأونصة العالمية يقدر ان هو يستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وده طبعا هيكمل بعدها مستويات تاريخية جديدة، وده طبعا بعد البنك الفيدرالي لما أصبحت توقعات دلوقتي بالنسبة له انه هيوقف عمليات رفع سعر الفايدة، وكمان متوقع ان هو يبدأ في تخفيض سعر الفايدة خلال النص الأول من عام 2024. يبقى كده عندنا عوامل كتير بتدعم ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة اللي جاية. كمان ما ننساش ان الانخفاض اللي حصل في سعر الذهب بعد ما اخترق المستوى 2800 ده يعتبر تصحيح سلبي، وده شيء صحي في السوق، معنى ان السعر بينزل علشان يجمع زخم وقوة كافية علشان يرجع يكمل الصعود. وما ننساش ان احنا شفنا دوت في ابريل لما السعر سجل 2800 وانخفض بعدها بشكل كبير ووصل لأقل من مستويات ال 2150. وقتها الناس اللي كانت شارية عند مستويات عالية فضلت عايشة في قلق لفترة طويلة، لغاية لما السعر والسوق أخذ دورته الكاملة ورجع السعر لنفس المستويات اللي نزل منها، بل واخترقها وسجل مستويات أعلى كمان. نستنتج من كده إيه؟ نستنتج من كده إن الذهب هو الأمان لفلوسك، هو الأمان لاستثماراتك دلوقتي، إن أنت تحافظ عليها من المشاكل اللي موجودة حاليا في الاقتصاد المصري، الضبابية وعدم الوضوح، سعر الصرف المتغير بشكل كبير، واللي مش هيدعم أي استثمار تاني ممكن تقوم بيه حاليا لو أنت تخلصت من الذهب وحولت استثماراتك لفلوس نقدية. أرجو إن أنا أكون وضحت الأمور لحضراتكم. شكرا لكم.